السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على القناة. النهاردة جايب لكم أداة قوية جدا اسمها موني ماستر فور واتساب. الأداة دي بتوفر لك وسيلة سهلة لمتابعة بيانات تطبيق الواتساب بطريقة آمنة ومنظمة على أي موبايل تاني عن طريق الكمبيوتر بتاعك، سواء كان الموبايل ده بنظام أندرويد أو آيفون، من غير ما نستخدم أي طرق فيها مخاطرة. خلونا نشوف التفاصيل سوا. اول حاجه ده الموقع الرسمي، وهتلاقي لينك الموقع في وصف الفيديو. بتسجل في الموقع عن طريق ساين ان، هتسجل عن طريق الجيميل بتاعك لو انت عندك جيميل، او بتضغط على ساين اب وتحط البريد بتاعك والباسورد اللي انت عايزه، وبعدين تضغط على الاختيار ده. بعد ما تسجل بيكون الموقع بالواجهه اللي انت شايفها دي. من خلاله هنا عندك اكتر من اداه، زي ما انا قلت لك في ادوات كتيره جدا، منهم اداه انا اتكلمت عنها قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو. هتيجي تضغط على الصوره بتاعتك، هتختار داشبورد عشان نخش على لوحة التحكم. هيدخلك بعد كده على الرابط اللي قدامك ده، هتضغط على I am ready يعني انا جاهز. بعد كده بيطلب منك ان انت تحدد الموبايل بتاعك سواء اندرويد او ايفون، الموبايل اللي انت هتستخدمه. نضغط على الاندرويد، بيظهر لك بعد كده الارشادات بقى، يقول لك ازاي ان انت تشغل البرنامج على الموبايل. هتنزل تحت، هتنسخ الرابط اللي قدامك ده وتفتحه على الموبايل اللي انت عايز تستخدمه عليه، سواء موبايل ابنك بنتك، ايا كان ايه الموبايل اللي انت هتستخدمه. بعد ما تدخل على اللينك اللي قدامك ده، هتبدأ ان انت تتابع خطوات تثبيت وفتح الأداة على الموبايل بتاع ابنك او بنتك اللي انت هتستخدمه عليه، والخطوات كلها بالصور زي ما انت شايف كده. ممكن تستخدم ترجمة عشان تشوف ايه اللي ظاهر بالظبط، ونفس الصور دي هي اللي بتكون موجودة على موبايلك، مفيش اي اختلاف. وطبعا انت بعد ما بتخلص تثبيت وبتخلص كل الخطوات دي، التطبيق بيختفي من الموبايل. بعد ما تخلص خطوة الموبايل هترجع بقى للكمبيوتر. من خلال الكمبيوتر بقى تقدر تشوف كل حاجة على الواتساب. زي ما انت شايف كده انا فاتح الشات اهو. هنيجي على كونتاكت، دي كده جهات الاتصال اللي بتكون موجودة على الواتساب على الموبايل، والستاتيوس من خلالها هتقدر ان انت تشوف الحالات اللي موجودة على الموبايل برضو، واللوكيشن ده هيحدد لك مكان الموبايل فين بالتحديد. نيجي بعد كده لقائمة كولز، والقائمة دي اللي فيها المكالمات اللي جت على الموبايل عن طريق الواتساب. نيجي بقى بعد كده لقائمة ميديا، من خلالها هتقدر تشوف الريكوردات اللي اتبعتت او الصور والفيديوهات اللي اتبعتت عن طريق الواتساب في المحادثات كلها. حتى المستندات نفسها هتقدر ان انت تشوفها، وطبعا الحاجات دي كلها تقدر ان انت تنزلها عندك على الجهاز. تفاصيل كتيرة جدا موجودة في الاداة دي، حتى وقت استخدام الواتساب هتقول لك هو بيستخدم الواتساب قد ايه. عندك بقى قائمة سكرين شوت، دي هتقدر تشوف كل السكرين شوت اللي انت خدتها للمحادثات تكون موجودة فيها بالشكل ده. بالنسبة لقائمة الكيورد اليرت، القائمة دي من خلالها هتقدر انت تحدد كلمات معينة ما يقدرش الشخص ده ان هو يبعتها او يكتبها، ولو حصل ان هو كتبها في اي شات هتظهر لك الوقت اللي هو كتبها فيه بالتاريخ، وكمان المحادثة اللي كتبها فيها بالظبط. وفي النهاية واخر حاجة عندنا هي الداتا اكسبورت، ودي من خلالها هتقدر تاخد نسخة سواء للشات او للمكالمات او اي حاجة انت اللي بتحددها بنفسك وتعمل لها حفظ عندك. واكيد كل ده مش هيتقدم لك بشكل مجاني، اكيد ان انت لازم تدفع فلوس عشان تقدر تستخدم الاداة دي. طيب انت اول حاجة هتفتح الموقع من اللينك اللي موجود في الوصف الفيديو، هتختار البرودكتس وبعد كده تختار موني ماستر فور واتساب، ودي الاداة اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة النهاردة. بيظهر لك صفحة بالشكل اللي انت شايفه ده، فيها كل المميزات وبيشرح لك ايه اللي موجود في الاداة بالتفصيل. هتضغط على مونيتور ناو، هيظهر لك بعد كده الخطط اللي قدامك دي، هتختار منهم الخطة اللي انت محتاجها واللي هتعجبك. بعد كده بتضغط على باي ناو، وانت بتشتري ما تنساش تستخدم الكود اللي هيظهر لك على الشاشة عشان تاخد خصم مميز. فهتضغط على I have a coupon وهتحط الكود اللي ظهر لك على الشاشة وتضغط على ابلاي. وبس وصلنا لنهاية الحلقة. قبل ما اختم الحلقة حابب اسمع رأيكم في التعليقات عن موني ماستر فور واتساب. شايفينه مفيد ولا ليكم رأي تاني؟ اكتبولي تحت في التعليقات، وما تنسوش الرابط في وصف الفيديو عشان تجرب بنفسك. وعايز بس اقول لكم حاجة مهمة، ان انت تقدر تجرب نسخة تجريبية من الأداة بدون ما تدفع حاجة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، متنسوش اللايك واشتركوا في القناة. السلام عليكم.